ولو كان تسقسوني بشنو هي الوصفه اللي ديريها كل سمانه وما تكرهيش منها، نقول لكم الشاباتي التونسي مي على الطريقه تاعي تجيكم بزاف بنين. نسحقوا كيلا فارينه، كيلا سميد، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع سكر، نص مغرفه تاع الملح، و6 مغارف كبار تاع زيت. نبسسهم كامل كيف كيف ونطمهم بالماء دافي. لاباط هنايا طموها شويه على اليابس ومن بعد تقعدوا طروا فيها، يعني تعجنوها فريمون عجنه خفيفه، 1-2 دقائق هذا ما كان قسم ما يدخلوا هذوك السوائل في لاباط، ولازم تخلوها هكذا طريه. ندهنوا لاباط بالزيت ونخليها تخمر 30 دقيقه. بعد ما خمرت لي ندير نص مغرفه كبيره تاع سانوج ونهبط الخميره تاعي كيما راكم تشوفوا، نعجنها غير 2 عجنات باش تهبط لنا كامل هذيك الخميره. نقسمها على 8 كريات، وعلى بالكم لاباط طريه لازم ندردروا مليح الفارينو باش ما تلصقناش شاباتي تاعنا في لو بلان دو طرافاي. خليتهم يخمروا 10 دقائق. درت حبه بيض، شويه تاع البصل، معدنوس، ملح، فلفل كحل، ونخلطهم. وكي نقولوا شاباتي نقولوا الطون، وراح نستعمل طون سيدي احمد، كاليتي، فاريتي وكونتيتي كيما راكم تشوفوا. واليوم انا خيرت الويل، العلبه هذه المعين حطيتها كامل ورحت نطيب شاباتي تاعي. لازم غير نحطوه نقعدوا نقلبوا فيه باش يجيكم فارغ من الداخل، وكي تقسموه بلا ما تقسموه بالموس، يعني غير بيدكم راح يتفتح. وشوفوا الحبات يجوا كامل قد ويجوا كامل فارغين. هنايا حطيت كونتيتي مليحه تاع البيض، حطيتهم كامل باش نقص عليا، ودرت لهم شويه فرماج من الفوق. دهنتها بشويه تاع الهريسه، لازم يكون الحميص هادو في 2 خدمتهم في الدار. الى راكم انتريسي خلوا لي تحت في لي كومونتير. درت شويه زيتون، شويه تاع المعدنوس والبيض والطون كيما راكم تشوفوا جاي شهي. لازم تجربوها، على بالي بلي راح يعجبكم. والخبز يجي مخالف ومتخ بالبنه. شاهدكم في الجنه.